بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نقدم فيها الأدلة العلمية على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وليس من تأليف الرسول. نحن هنا ننسى أننا مسلمين، نتحدث كملاحدة كمسيحيين كهندوس كأننا لسنا مسلمين. ما الدليل العلمي أو الأدلة العلمية على أن القرآن من عند الله؟ كل البشر كافرهم ومسلمهم يؤمنوا حقيقة أن القرآن هو من عند الرسول أو من عند محمد، يعني لا يكذب في ذلك لا صيني ولا هندي ولا أمريكي ولا أي شخص في البرازيل في أي مكان في العالم. القرآن هذا كتاب من؟ يقول لك كتاب محمد. هم ينقسم البشر إلى قسمين: المسلمون يقولون إنما أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكفار إن كانوا مسيحيين أو يهود أو ملاحدة إلى آخره يقولون إنما أخذه محمد من كتب سابقة. يعني بعضهم يزعم أن الرسول أخذ القرآن من الكتاب المقدس أو الإنجيل المسيحي يعني، وبعضهم يقول أخذه من التوراة اليهودية، وبعضهم يقول إنما أخذه من كتب اليونان القديمة، وهناك من يقول إنما كانت له دراية بثقافة وأديان المصريين القدماء. فتعالوا ننطلق بصورة علمية بحتة ونرى. أول شيء لما ننظر في مضمون القرآن نجد أن القرآن ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول بيشمل نحو 40%، وهذه نسبة اعتباطية من عندي، لكن من لديه وقت ممكن يستطيع أن يقوم بالفهرسة. يعني 40% من القرآن الكريم لم يرد في التوراة أو الإنجيل، يعني تجد معلومات علمية بحتة لا موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في معابد الفراعنة ولا في كتب اليونان القدماء. على سبيل المثال الآيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا، لكن بعض النماذج البسيطة نأخذ مرحلة الجنين. هذه هي مرحلة تكون الجنين في بطن أمه. نجد القرآن الكريم قدم وصفا علميا لها، فنجد القرآن الكريم تحدث أول حاجة مرحلة النطفة. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فالمرحلة الثانية العلقة. ثم يقول: فخلقنا العلقة مضغة، فالمرحلة الثالثة هي مرحلة المضغة. ثم يقول: فخلقنا المضغة عظاما، المرحلة الرابعة تصنيع العظام، يعني الترتيب. فكسونا العظام لحمة، المرحلة الخامسة مرحلة كسو العظام باللحم. ثم أنشأناه خلقا آخر. أدي 6 مراحل في تكوين الجنين. لم يستطع العلم أن يعرف هذه المراحل إلا في القرن 20 فقط. فكيف أمكن لمحمد وهو في الصحراء أنه يعرف هذه المراحل التي لم يستطع العلم معرفتها؟ الناس يقول لك ما كانوا ممكن يشرحوا أن امرأة حامل تموت ويشرحون بطنها وبعدين يستخرجون الجنين من الرحم ويعرفون مراحل الجنين. لا. لماذا؟ إن هذه مراحل تكون الجنين حضراتكم. هذا هو الأسبوع الأول في الجنين، ولا يمكن رؤيته إلا بالأجهزة تحت المجهر. وإذا الأسبوع الثاني في الجنين، الأسبوع الثالث للجنين، الأسبوع الرابع للجنين. المراحل دي ال4 القرآن وصفها. الشهر الأول من عمر الجنين، طول الجنين في هذه المراحل ال4 سنتيمتر واحد. يعني لا تستطيع أن تعرف هذه المراحل إلا، يعني لا يبدأ الجنين يأخذ شكله هكذا إلا في الأسبوع الخامس، بيبقى طوله 2 سنتيمتر. فالقرآن وصف كل هذا قبل 14 قرنا، ولم يجري معرفة هذه المراحل إلا بالمجهر منذ 100 سنة فقط. وده طبعا جعل عالم الأحياء الفرنسي موريس بوكاي يؤلف كتابا كبيرا حول هذا الموضوع، وحتى علماء الأحياء استغربوا يعني. طيب، لدينا أدلة أخرى في القرآن الكريم، معلومات موجودة في القرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم يقول إنه مراكز الإحساس موجودة في الجلد. طيب، قبل ما نترك الجنين، في طبيب عراقي اسمه دريد متى بطرس.
هو مسلم أسلم يعني مسيحي، هو عراقي، وله قناة على اليوتيوب وبيحكي قصة كيف أنه كان في كلية الطب، وبعدين الأستاذ الدكتور في الجامعة شرح مراحل تكون الجنين وأنهى المحاضرة. فإذا بصديق، طبعا الأستاذ لم يقل بقى وهذا مذكور في القرآن، فإذا بصديقه المسلم يقول له: يا دريد، هل تعلم إن هذا مذكور في القرآن الكريم؟ فدريد قال له: لا، كيف؟ فقرأ له الآية، فاستغرب دريد، ولكن بقى هو كمسيح يحكي، هو دريد يقول: فقلت له: هذا عندنا في الكتاب المقدس. قال له: هاتوا من الكتاب المقدس. يقول لك: قرأت الكتاب المقدس من الجلدة إلى الجلدة، لم أجد مراحل تكون الجنين. فيقول بعدها، يقول لما المسلم يقول لي: يا دريد، أين ذكر هذا في الكتاب المقدس؟ فأقول له: لا تتحدث معي في هذا الموضوع. فأيضا في درس آخر في كلية الطب في العراق، يقول الدكتور دريد، فالأستاذ المحاضر البروفيسور شرح أن مراكز الإحساس بالألم هي موجودة في الجلد. فأيضا الطالب المسلم صديقه المسلم قال له: يا دريد، وهذا مذكور في القرآن؟ قال له: الجلد كمان مذكور في القرآن؟ قال له: نعم، يقول الله سبحانه وتعالى عن العذاب في جهنم: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يعني كل ما الجلد يسيح ولا يشعر بالألم، ربنا يخلق له جلد جديد كي يتألم من جديد. وفيه على اليوتيوب، لو دخلتوا في برنامج اسمه بالقرآن اهتديت، اكتب على اليوتيوب بالقرآن اهتديت. ده شاب بريطاني كان يدرس الطب، وعمل عند في محل خاص بأسرة مسلمة، فقال له: اعتنق الإسلام وكذا، وإلا هتدخل النار. فهو بقى باعتباره درس طب، فقال لهم: وماله، إذا دخلت النار يعني في أول يوم سوف يسيح جلدي ولن أشعر بالألم بعد ذلك. فقالوا له: لا، لأنه ربنا هيبدلك جلد جديد. قال لهم: وكيف ده فين؟ قال له: ده عندنا في القرآن. فقال لهم: في القرآن هذا الكلام؟ فهو يقول: لما فتحوا لي القرآن أنا سحقت. بقى محمد في الصحراء عرف أن مراكز الإحساس في الجلد وليست في مكان آخر. أيضا مسألة تحرك الأرض ودورانها، يعني الأرض بتدور حول الشمس وحول نفسها في دورتين، والقرآن تحدث عن الدورتين. فهنا نجد الله سبحانه وتعالى يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني الله شبه سرعة حركة الجبل أو دوران الأرض بسرعة السحاب. يضيف الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإثبات تحرك الأرض ودورانها وحتى كروية الأرض، كل هذا مذكور في القرآن الكريم. وعلماء المسلمين كتبوا فيه، ابن خلدون وغيرهم، يعني أخصص حلقة لعلماء المسلمين الذين كتبوا عن كروية الأرض وعن أن الأرض هي مغناطيس والجاذبية الأرضية. طبعا كل هذا لم يدرس لنا في كتب المدارس، لأنه وضحتها لجنة في البراية الأمريكية. يعني أنت تصاب بالذهول لما تقرأ كتب علماء المسلمين، يعني وتعرف يعني يمتلئ صدور الذين كتبوا مناهج التعليم في مدارسنا. أيضا القرآن الكريم تناول دوران القمر والشمس وجريانهم، وهذا لا موجود لا في توراة ولا في إنجيل ولا في كتب اليونان ولا الرومان. فمن أين عرف محمد هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يقول الله سبحانه وتعالى: وكل في إيه؟ في فلك يسبحون. طبعا الآية بتتكلم إن القمر بيتحرك والشمس بتتحرك، والقمر كلهم في فلك يعني كأنهم في سفينة يسبحون سباحة على الماء، والماء لما دايما تجد فيه أمواج. وهاتوا أي فيديو وثائقي عاملاها ناشونال جيوغرافيك، وكالة ناسا الأمريكية، عن المجرات وتركيبها، ستجدهم فورا يرسمون شبكة كونية كأمواج البحر حرفيا. شوف سبحان الله، الآية سطرين وصفت كل هذا. دي رسم للمجموعة الشمسية، هنجد إنه الأرض والقمر والكواكب بتدور حول الشمس، دي الدورة الأولى، والأرض نفسها بتدور حول نفسها. نفترض إن هذه الشمس، الأرض كيف تدور؟ هي بتدور هكذا 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 هكذا، والشمس يعني هي بتدور حول نفسها وتدور حول
الشمس. وده اللي الآية قالته: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الكل بيتحرك والكل بيدور. يعني حتى هم ما اكتشفوا حكاية حركة الأرض حوالين نفسها إلا فين؟ في جاليليو يعني. لكن علماء المسلمين كتبوا قبل جاليليو، ولم يكتبوا لنا أيضا في كتب المدرسة، إن الأرض بتتحرك وكل شيء. طيب، وأخيرا اكتشفوا يعني خلال 100 سنة الأخيرة إن كل هذه المجموعة هي نفسها بتجري. يعني كل الشمس بتدور حول نفسها والأرض والكواكب كله بيدور حول نفسه وحول الآخر، وهي نفسها كلها بتجري. اللي هو الآية اللي ربنا بيقول: وكل في فلك يسبحون. طيب قول لي بقى، هذا لو مذكور في التوراة والإنجيل قولوا لنا بقى، يعني احنا عاوزين نعرف. طيب، أيضا القرآن الكريم تناول طبقات البحر، وهي أمور لم تكتشف إلا في هذه السنوات، لأنه آلات الغوص وتحمل الضغط تحت الماء ده كله حتى الآن لم يكتشفوا قاع المحيطات بشكل جيد. يعني لا يزال مجهولا قاع المحيطات. العلم قال إنه المحيط عبارة عن طبقات وأمواج فوق بعضها البعض. طيب القرآن الكريم قال هذا، فكيف لمحمد أن يعرف هذا وهو لم يرى البحر في حياته؟ حتى لو رأى البحر، أي واحد يرى البحر يغطس مثلا 10 أمتار 20 متر. طيب هنا الله سبحانه وتعالى يقول عن البحر: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها. سبحان الله. الله لم يقل لم يرها، لم يكد يرها. يعني اللي ينزل في باطن البحر أو المحيط الدنيا مظلمة، يعني بالكاد يرى يده، مش لم يكد. يعني شوف الآية: لم يكد يرها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعالوا نشاهد. أدي العلماء رسموا البحر وقالوا إن البحر يا جماعة في عندنا طبقة عليا وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، شوفوا الإظلام، وطبقة رابعة. دي خلاص أي حالة إظلام شبه تام أو لم يكد يراها. سبحان الله. ده القرآن الكريم وصف هذا. فهل هذا مذكور في القرآن أو التوراة أو الكتب اليونان القديمة؟ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنبأ عن وقائع تخص التاريخ القديم لم تكن معروفة. الآيات كثيرة تتحدث عن تاريخ القدماء، العلم الحديث وعلم الآثار يكتشفها الآن. مثلا في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وبعدين بقى الأخطر ربنا يقول إيه بقى؟ شوف الإعجاز العلمي: إن فرعون وهامان. ركز على كلمة هامان وزير فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا يوجد أي كتاب ذكر اسم هامان على الإطلاق سوى القرآن الكريم. فذلك يقول العالم الفرنسي موريس بوكاي ألف كتاب، يعني هو مات لكن اكتب على اليوتيوب موريس بوكاي فرعون وهامان. فموريس بوكاي يقول: أنا بحثت ما معنى كلمة هامان ومن هو هامان. فقالوا لي، سأل علماء المصريات فقالوا لي: اذهب إلى برلين، في متحف برلين شخص متخصص في معجم خاص باللغة المصرية القديمة، فابحث على كلمة هامان. فلما بحث على كلمة هامان وجد إنه هو وزير البناء في عهد فرعون. فهو قال للمسؤول عن المعجم والمكتبة: هل في أي كتاب ذكر؟ قال له: لا، هذا أول كتاب، وإحنا لم نستطع إلا بعد شامبليون ما فك حجر رشيد. طبعا اكتب على اليوتيوب صبر مشهور شامبليون، لأن علماء المسلمين هم كانوا يعرفون اللغة المصرية القديمة، لكن هذا موضوع آخر. فهو قال له: مستحيل. قال له: لا، هذا ذكر في القرآن الكريم. قال له: أرني. فأراه. قال له: ربما يكون المسلمون قد كتبوا الآية أو صححوها وأضافوا اسم هامان حديثا. قال له: لا، احنا لدينا في جامعة باريس مخطوطات للقرآن قديمة عمرها 800 عام و1000 سنة وهي نفسها. أيضا القرآن الكريم قال إن هامان هو وزير البناء في عهد فرعون. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقال فرعون يا هامان
ابني لي صرحا، يعني هو كان راجل وزير التشييد وزير الإسكان. قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهذا غير موجود في أي لا توراة ولا غيره. طيب، أمور كثيرة في مجال التاريخ والإعجاز العلمي، وكل ما يتعلق بالكون ونهاية الكون كلها مذكورة في القرآن الكريم. ما يتعلق بنشأة الكون مذكورة في القرآن الكريم. تعالوا ننطلق إلى البند 2، وهو محتوى قرآني عكس الإنجيل والتوراة. يعني القرآن الكريم يتناول الموضوع أن الله كيف خلق الله الأرض، كيف خلق الله السماء، كيف خلق الله الإنسان، والكتب السابقة تتناولها بشكل عكسي. تعالوا نرى مثلا ما هو عمر الإنسان على الأرض. كتب المسيحيين واليهود تقول عمره نحو 7000 سنة 10,000 سنة، وهم عندهم مثلا إنجيل لوقا عاملين نسب لسيدنا عيسى عليه السلام ينتهي إلى آدم، يبدأ من مريم العذراء ينتهي بآدم عليه السلام. لما تحسب لو كل واحد عاش 70 سنة 1000 سنة 100 سنة هتصل إلى رقم 7000 سنة 20,000 سنة 100,000 سنة أي مكان. طيب هذا خطأ، لأنه العلم أثبت أن الإنسان موجود منذ ملايين السنين، فهنجد أو أزمان سحيقة يعني أو مئات آلاف السنين، يعني غير معروف بالضبط عمر الإنسان على الأرض، لكن أكثر من مئات آلاف السنين. يعني هنجد القرآن الكريم قال إنه القرون الأولى غير معلومة ولن يستطيع الإنسان وصول لها. لا يوجد أي نسب في القرآن الكريم لأي شخص، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. وهذا أيضا مذكور في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، في أجيال كثيرة هلكت. ولدينا آية أخرى في القرآن الكريم اللي هو الحوار الذي دار بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام. ففرعون سأل سيدنا موسى قال فما بال القرون الأولى، يعني قل لنا ماذا حدث في التاريخ القديم. فسيدنا موسى قال له علمها عند ربه في كتاب. معناها ان احنا لن نستطيع الوصول الى معرفة كل ما جرى في القرون الأولى، لأن علمها عند الله سبحانه وتعالى فقط. احنا طبعا عندنا مرحلة الكتابة دي مرحلة حديثة جدا يعني. طيب في أيضا مسألة خلق السماوات والأرض. هذا الرسم الحديث العلم الحديث خلق السماوات والأرض. هنجد القرآن الكريم يتناول خلق السماوات والأرض عكس التوراة والإنجيل، رواية مختلفة تماما. والعلم أثبت أن القرآن صحيح. فكيف أن محمد أخذ من التوراة والإنجيل؟ لو محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من التوراة والإنجيل كان أخذ معلومات خاطئة. ماذا يقول العلم الحديث؟ يقول أن الأرض في نظرية الانفجار العظيم، أن الأرض والسماء كلها كانت نقطة واحدة، وحدث انفجار وحدث تمدد للسماء والكون وطلعت الكواكب إلى آخره. فهنا الانفجار ده خط الزمن، وبعدين بدأت تتشكل النجوم والغازات، وبعدين بعضها بقى كواكب وبعضها أصبح نجوم، وهكذا. ونركز في الرسمة أنه الكون يتسع هكذا من نقطة إلى الاتساع والتمدد. طبعا هذا كله مذكور في القرآن الكريم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانوا شيء واحد. السماوات والأرض كانوا شيء واحد، نقطة واحدة كما يقول العلم. ففتقناهما، يعني فرقناهم، ما هو الموجود. ففتقناهما. هنجد انه في التوراة عكس ذلك. طبعا ده احنا شرحناها. التوراة بتقول ايه بقى؟ بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، ولكن كيف خلقهم لا يوجد شرح. يعني المشترك ان الله خلق في القرآن وعند المسلمين ومن قبلهم ان الله خلق السماوات والأرض، لكن القرآن بيقدم شرح ان كانوا اصلهم مكان واحد وحصل الانفجار او الفتق. ده غير موجود في التوراة والإنجيل والكتب السابقة. وبعدين تكمل التوراة، ده سفر التكوين في التوراة. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. كل هذا والشمس لم تخلق، يعني الأرض خلقت أولا، خلي بالك.
وبعدين بقى فيه مزروعات على الأرض ولا يوجد شمس. طب إزاي هيوجد نبات وحياة على الأرض ولا يوجد شمس؟ بينما القرآن الكريم يقول الأرض والشمس في نفس اللحظة جرى خلقهما. ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. يعني بيقول إنه هذه المرحلة في القرآن الكريم الله خلق الأرض والسماوات في 6 أيام، وفي التوراة 6 أيام، بس علميا الأرض والسماوات لم تخلق في 6 أيام. فهنكتشف هنا خطأ التوراة والإنجيل، لأنه بيقول وكان صباح وكان مساء يوما واحدا، يعني المدة هذه استغرقت 24 ساعة. طب القرآن الكريم قال لا، ليس المقصود باليوم 24 ساعة. طب بس تعالوا يكمل سفر التكوين أنه دعا الله اليابس أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارة، ورأى الله ذلك أنه حسن، وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا أو شجرا ذا يثمر إلى آخره. يعني أصبح الأرض فيها شجر وغابات والشمس لم تخلق. طبعا ده خطأ علمي، تجد القرآن الكريم ليس فيه هذا الإطلاق خالص. وبعدين بيقول وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا 24 ساعة أخرى. واحنا هنقول الخطأ بتاع الموجود في التوراة من أين جاء يعني. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام السنين. وتكون أنوار يعني هنا المقصود بها شموس أو نجوم. يعني وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا، يعني في اليوم الثاني خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والحياة والشجر، واليوم الثالث خلق الشمس. وهذا الترتيب لا يصح، خطأ. فقالوا خلق الأرض، وبعدين فعمل الله النورين العظيمين. النور يعني اللي هو الشمس والقمر، يعني النور الأكبر لحكم النهار اللي هو الشمس، والنور الأصغر لحكم الليل اللي هو القمر. وهذا خطأ أيضا، لأن القمر ليس مصدر إنارة كما سنأتي في القرآن الكريم. القمر جسم مظلم بيعكس الضوء، جانب من الضوء الذي يسقط عليه فقط، لكن هو ليس منير بذاته. لكن هنا هو في التوراة بيعتقد أنه القمر بيشع نور كالشمس. طيب تعالوا نيجي في القرآن الكريم. العلم قال أنه تكون الكون وهذه المجرات أخذ ملايين السنين. القرآن الكريم قال هذا. القرآن الكريم قال إن كلمة يوم ليس المقصود بها 24 ساعة يوم مما تعدون، لا، بل مرحلة زمنية متغيرة. يعني لما نقول خلق الله الأرض السماوات والأرض في 6 أيام، أي في 6 مراحل زمنية. هنا الله سبحانه وتعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم. هنا كلمة يوم اهو، ولكن الله بيقول إيه بقى مدة اليوم؟ ما هو اليوم؟ قال في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني بيقول هذه بتأخذ فترة زمنية اسمها يوم، اليوم ده مدته 1000 سنة مما تعدون من 24 ساعة اللي عندنا. وهنجد آية أخرى في القرآن الكريم أيضا أعطت اليوم مسافة زمنية مختلفة. يقول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، يعني في مرة اليوم كان مدته 1000 سنة وفي مرة مدته 50,000 سنة. فاليوم مدة زمنية متغيرة. فالمذكور في القرآن أن الله خلق الأرض والسماوات في 6 أيام، يعني في 6 مراحل زمنية مدتها مختلفة. وهذا ما يقوله العلم الحديث أيضا، بينما التوراة قالت 4 أيام فقط. ولذلك نجد في القرآن الكريم في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. وركز أن الله بيتكلم عن إيه؟ 3 أمور: السماوات والأرض وما بينهما. وفي آيات تتحدث عن أنه في أحياء في السماوات وكائنات حية في الأرض، وفي كائنات حية فيما بينهما. السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. في 6 أيام يعني في 6 مراحل. واليوم ذكر في القرآن أنه معناه مدة زمنية متغيرة. ده من داخل القرآن وليس تفسير اجتهادي يعني. وما مسنا من لغوب، يعني لا تعب ولا شيء. يعني اليهود والمسيحيون يقولون أن الله تعب والعياذ بالله فاستراح في اليوم السابع،
وفي مصر عملوا موقع إلكتروني اسمه اليوم السابع. في قصة خلق آدم أيضا يقولون إن حواء المرأة هي التي أغوت آدم على أن يأكل من الشجرة، وهذا غير موجود في القرآن الكريم. الكلام ده خطأ، وهذا أدى إلى مشكلة بالنسبة للمرأة في أوروبا، أنه الدين يحتقر المرأة، المسيحية واليهودية، أن سبب الشرور المرأة. لكن الإسلام والقرآن الكريم قال أن الخطأ خطأ آدم عليه السلام. فهنجد اختلافات كثيرة جدا. أيضا في القرآن الكريم دائما وصف للشمس بأنها نار، ولم يكن الرسول قد ذهب إلى الشمس ولا أحد يعرف ما هي الشمس، بيننا وبينها 150 مليون كيلومتر. في كل آيات القرآن الكريم تصف دائما الشمس بأنها سراج، سراج اللي هي الشمعة التي تحترق، فهي نار، شمعة بتحترق نار وبتحترق لحد ما تنفذ، وهي الشمس فعلا بتحترق وتتفاعل حتى تموت. فيقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا اللي هي الشمس وقمرا منيرا. فهنجد دايما القمر يوصف بأنه منير أو نور، والنور هو ليس فيه حرارة، الضوء عبارة عن نور وحرارة، لكن النور نور فقط. فهتجد دائما لفظ سراج اللي هو الاشتعال، النار المشتعلة، مصاحب دائما للشمس في القرآن الكريم. هنجد أدي الشمس هي نار مشتعلة كما نشاهد، ده التصوير الحديث له. أيضا هنجد في القرآن الكريم أن الكون يتسع، وأن الله يخلق ما لا تعلمون، عملية الخلق مستمر. طيب الجماعة الأمريكان والعلم الحديث يعني ده اللي بيقول إيه؟ إن الكون يتسع ويتمدد وفيه مجرات تخلق وكواكب وشمس. هم يقولون هذا وصوروا هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، احنا بنوسع. طيب تعالى بقى نرجع للقطة اللي احنا عرضناها عليكم حضراتكم في توسع الكون. اهو ادي التوسع مستمر. ادي وكالة ناسا عاملة مقال وابحاث كثيرة، ده من على موقع وكالة ناسا، عن تمدد الكون واتساع الكون كما جاء في القرآن الكريم. هل هذا ورد في الكتب التوراة أو الإنجيل؟ لا. طيب هنا أيضا ده رسم على موقع وكالة ناسا. ادخل على موقع الإنترنت على الموقع الرسمي لوكالة ناسا، وهم بيقيسوا عملية توسع الكون بالأشعة. وفيه تلسكوب هابل اللي هو هذا هابل، وهابل هذا بقى هو اللي صور إن فيه مجرات بعيدة بتتشكل وغازات إلى آخره، وبيشرحوا كل الكلام الموجود في القرآن. لما تنظر تقرأ ما هو مكتوب على موقع ناسا حرفيا الموجود في القرآن الكريم. الآيات كثيرة، لكن أنت ممكن تدخل على جوجل وتكتب الآيات التي وردت فيها كلمة السماء في القرآن الكريم، ستجد شرح الآيات مفسرة لنشأة السماء ونهايتها. وتكتب الشمس، الآيات التي ذكرت فيها الشمس في القرآن الكريم، نشأة الشمس ونهايتها حرفيا كما تقول وكالة ناسا. طيب العلماء الفلك يقولون الكون في صورته الأولى كان عبارة عن سديم غازات. طيب والقرآن يقول كان عبارة عن غازات من 1400 سنة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. حالة السماء إيه؟ وقت خلقها كانت وهي دخان يعني غبار. العلم الحديث بعد ما صوروا قالوا إن في حاجة اسمها السديم، وهذا سديم من ضمن السدم الموجودة حتى اليوم في الكون، وبداخلها بيبدأ تشكيل النجوم وبتولد الكواكب. وده تصوير التلسكوب هابل، وهم بيصوروا بالأبيض والأسود وبعدين بيقعدوا يلونوا كلام يعني قصة معقدة. لكن هم أنفسهم يقولون إنه الحالة الدخان هي الحالة الأولى لعملية تشكل السماوات والأرض. طب كيف عرف الرسول هذا؟ ده مذكور في كتب اليونان. يعني لو كان الرسول كان أخذ من كتب اليونان كان هذه المعلومات. نهاية الكون ونهاية المجرات القرآن قدم لها وصف. ده العلم الحديث. الثقب الأسود بيبتلع النجوم والكواكب. انظروا بيجري ايه؟ طيها. يعني كما ان حضرتك بتطوي
الكتاب يعني قديما البرديات عند المصريين، طبعا الكتاب ايام زمان ما كانش هكذا، يعني كان بيطوى هكذا، تجد مثلا في مسلسل ارطغرل وفي البرديات كلها هكذا، هذا الطي الكتب قديما يعني. وهو نفس المنظر. طب تعالوا نشوف القرآن ماذا قال عن هذا. الله سبحانه وتعالى يقول عن نهاية الكون: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. سبحان الله، وصف دقيق فيه كم كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 كلمات. ثم يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني هينتهي هذا الخلق والله يبدأ خلق جديد. هنا من على الBBC بيشرحوا المسألة، ماذا نعرف عن نهاية الكون، تصورات العلماء حول نشأة الكون وتطوره. ودي كاتب الموضوع في الBBC واحد اسمه باتشن بارس، وبيقول حرفيا، يعني هو بينقل من المراجع العلمية اللي موجود في القرآن أصلا. فكيف لمحمد أنه يعرف هذه الأمور؟ طيب احنا لدينا أيضا في أمور مشتركة في القرآن والتوراة والإنجيل، مثلا قصة فرعون وسيدنا موسى. فالتوراة ذكرت كل ما حدث، يعني في اختلافات واتفاقات بين القرآن، ولكن القرآن ذكر مسألة: مصير جثمان فرعون، اليوم ننجيك ببدنك. غير موجود في التوراة هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فاليوم، يقول فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وبالفعل جثمان فرعون موجود لدينا في المتحف المصري الآن. فلو كان الرسول ينقل من التوراة ما ذكر هذه الآية. وبعدين نفاجأ أن جثمان فرعون موجود فعلا. وهل كان الرسول شاهد جثمان فرعون ولا كان حد يعرف يعني؟ المهم، أيضا احنا ذكرنا موضوع فرعون. طيب نأتي إلى النهاية، أنه بقى في أمور مشتركة فعلا بين الكتب السابقة، كانت التوراة، الإنجيل، الموجود عند المصريين القدماء، الموجود عند اليونان، حتى في الأمور التي تقال إنها خرافات، وهي في الأصل رسائل سماوية جرى تحريفها. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخبرنا أنه فيه نبي ورسول لكل قوم. فاليونان كان عندهم أنبياء والمصريين القدماء، ولكن علماء الآثار يحرفون العلم. الآن الماسونية تقوده وتصر على أن تحرف بحيث تجعل أن الإلحاد هو أساس كل شيء. طيب احنا لما نقرأ سواء في كتب اليونان أو في كتب اليهودية أو المسيحية نجد في أمور مشتركة مع القرآن الكريم. أنا أعطيها تخمينا أن حجمها 30% تقريبا. يعني إيه الأمور المشتركة؟ أن الله هو خالق الكون، أن الله هو خلق آدم، مسألة الوحي من الله سبحانه وتعالى، أن في وحي من السماء إلى الأرض، والملائكة والكتب السماوية، مسألة البعث والحياة الآخرة. ونشاهد هذا على معابد القدماء المصريين، لأنه غالبيتهم كانوا مسلمين، ولكن العلماء الأجانب مصرين يكفروهم لأسباب إيديولوجية وعسكرية وسياسية. نخصص حلقة لذلك بإذن الله إن شاء الله. طيب 30% اللي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي القرآن مذكورين في القرآن، هم مذكورين في الكتب السابقة أو عند أصحاب الأديان السابقة، هل أخذهم الرسول منهم؟ في تشابه، الرسول يقول نفس القرآن يقول الكلام، والكتب السابقة تقول نفس الكلام 30%. فإحنا لدينا احتمالين: أن يكون الرسول نقلها عن اليونان أو عن اليهود أو غير ذلك، أو يكون أخذها من نفس المصدر اللي هو الله سبحانه وتعالى. طيب الذي يدعي أن الرسول أخذها عن اليونان أو عن اليهود أو كذا، عليه أن يقدم الدليل. يعني هذا افتراض لا نستبعده علميا، لكن نقول هات دليلك. هل كان الرسول يعرف اليونانية؟ لأن التوراة والإنجيل مكتوبة باللغة اليونانية، لم يجري ترجمتها للعربية إلا فين؟ بعد وفاة الرسول بنحو 700 سنة. الرسول كان يعرف اللغة العربية، لا يعرف لا اليونانية ولا الآرامية ولا الكتب القديمة، دي لغات معقدة جدا يعني. فهو ليس لديهم دليل. قدموا لنا دليل على أن كتب اليونان أو الكتب الإنجيل كانت مترجمة باللغة العربية. لو في دليل قدموه، لا يوجد دليل، بل الدليل أنه جرى ترجمتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. فهو الرسول لم يطلع عليها، وإن كان يعيش في الجزيرة العربية في صحراء يعني، وبين قوم، ولا كان في كتاب ولا ورق ولا مكتبة ولا فلسفة ولا أي حاجة يعني. نحن لدينا دليل تاريخي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. هذا الدليل التاريخي من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الرسول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. عمرك ما قرأت كتاب من قبل،
ولا تخطه بيمينك ولا عمرك كتبت، لا قرأت ولا كتبت. طيب، هذه الواقعة أن الرسول كان أمي مذكورة في القرآن، بنستدل بالقرآن هنا، لأن احنا قلنا في البداية لا يجب أن نستدل بالقرآن. القرآن هنا دليل علمي وليس دليل إيماني. يعني القرآن بيخبر بواقعة الرسول حي والكفار أحياء. يعني افترض ان انا النهارده انا صابر مشهور، لما يجي واحد اقول انا الفت كتاب باللغه اليابانيه، انتوا حضراتكم بتضحكوا عليا تقولوا صابر لا يعرف اللغه اليابانيه، هل ذهب صابر لليابان؟ لا، محتاج يدخل في اليابان ويدخل جامعات ويدرس سنوات وكذا. فهنا القران لما يجي حد يقول لي يا صابر انت الفت كتاب بالعربي، يبقى نقول يحتمل انه الف كتاب بالعربي. لكن لان يجي احد دلوقتي يقول لي انت الفت كتاب بالياباني، يعني ناس كثيره كذبت علي، لكن لم يقل أحدهم أن ألفت كتابا باللغة الصينية وألفت كتابا باللغة اليابانية. طيب، فالقرآن الكريم هنا بيقول للرسول أنت لا قرأت كتاب ولا كتبت، والقرآن ده بيتلى في وسط الكفار اللي موجودين في مكة في ذلك الوقت. فلو كان الرسول كان قرأ كتابا أو تلا أو كذا، كانوا قالوا محمد يكذب والقرآن يكذب. ومسألة الكتابة، احنا النهاردة كلنا كي نتعلم القراءة والكتاب نذهب إلى المدرسة والمدرس ودرجات، وناس بتظل حتى الصف السادس الابتدائي ترسب في الامتحان الكتابة والقراءة يعني. فلو الرسول تعلم في هذه البيئة كان هيبقى مشهور جدا انه تعلم وانه يقرأ ويكتب. وخاصة احنا بنتكلم ان هو بيتكلموا انه اخذ من كتب اليونان باللغة اليونانية، واخذ من كتب مش عارف مين، طب هذه باللغة الارامية يعني. فطبعا كل هذا كذب، والقرآن الكريم دي واقعة تاريخية، حقيقة تاريخية القرآن يذكرها في حضور الكفار ويقرون بصحتها. فمن كل هذا يتضح لنا انه القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، والا احنا بنقول لهم فسروا لنا. احنا عاوزين الجماعة الكفار يفسروا لنا الآيات المذكورة في القرآن الكريم عن الكون والنجوم والشمس والبحار والجبال والحديد والمعادن والمياه والحاجات وتصرفات الكائنات الحية. كل هذا مذكور في القرآن الكريم، حتى في قصة سيدنا يونس فالتقمه الحوت ولم يقل أكله الحوت، قصة أخرى. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هناك قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا كتاب القرآن المعجز ألفه شخص كندي، كان هو أصلا قس مبشر، ولما قرأ القرآن الكريم أسلم دون أن يقابل أحدا من المسلمين، وألف هذا الكتاب القرآن المعجز. أرجو أن تسمعوه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.